بنتي عندها 4 شهور والصريخ عندها بيبدأ من الليل ومش بتنام. البت الصغيرة في أول 4 شهور، خدي بالك، مصارينها بطنها قولونها مش مرتاحة أول 3 ل5 شهور. المغص ما بتعملش حاجة في حياتها غير إنها بتمغص وبتتحزق، والتحزيقة معاكوا 3 ل5 شهور برضو. الموضوع بغض النظر بترضع طبيعي ولا بترضع صناعي، فهو النتاج الطبيعي للرضاعة ككل مغص وتحزيق وترجيع وعدم انتظام في الإخراج بالنسبة للحمام. اقلق امتى؟ لو الحمام بتاع العيل الصغير اتاخر اكتر من اسبوع، او بطنه بزياده خالص بتكبر، او ان هو بيجيب مخاط بزياده من تحت او دم. يبقى كده ساعتها في التهابات، في عدم تحمل لاكتوز، في حساسيه البان، ودي ساعتها بنرجع للمختص دكتور الاطفال لو هو بيعالج الحالات دي، او بيحولك على جهاز هضمي اطفال. داخله عليا ماما من شويه بتقول لي احنا ما بننامش خالص يا دكتور ومتبهدلين حرفيا علشان خاطر المغص بيبتدي يشتغل من بالليل. ببتدي اقول لحضرتك في كلمتين مهمين قوي. المغص بتاع الرضع بقينا بنقول للام علشان خاطر ما تنتحرش. انت معاكي عيلك لما يبقى بيرجع، لما يبقى بيعيط 3 ساعات متواصلين في 3 أيام كاملين في الأسبوع في 3 شهور متتالية، فتعمل حسابك لو انت طفلك بيعيط العياط ده يبقى ده اللي هو الانفانتايل كوليك، اللي العيل الصغير عنده مغص شديد يستدعي التدخل. ولكن ما غير ذلك اللي هو الحاج بلاش نقول اسامي علشان خاطر دول بيزعلوا ودول بيزعلوا، عشان خاطر توتو اللي عندك وحماده اللي موجود عندنا هيعمل فينا نفس الحركه اللذيذه دي، اللي هو هيبتدي الصريخ من 5 أو من 8 بالليل ويخلصها الساعة 6 الصبحية، وما بيهداش غير لما بيبقى بابا نزل يلف في الشوارع يدور على دكتور او مستشفى، لف على الواتساب على كل الدكاتره، دخل على كل صفحات وسال عليها ويشوف العيل عنده مغص ايه، ونيجي نبص على الكومودينو الجميل اللي جنب ماما هنلاقيه كله ادويه. يا عيني عليك يا لوزه، يا اللي كان جنبك كلها كده الكريمات قبل وبعد ونوفادج والكلام ده، وفي النهايه خالص بقى دلوقتي كريم التسلخات والحفاضات ودواء الانتفاخات. دواء الانتفاخ مش هيجيب الفايده اللي انت متخيلاها، فما تبعتوش تجيبوا حاجه من بره، ولا حتى الدواء اللي اتكتب لكم مع الولاده، ولا الكلام اللي الدكتور كتبه لكم معاه. ليه؟ لان ببساطه جدا المغصه وقت ما هتيجي هتيجي، وقت ما هتفك هتفك. طيب والعلاج؟ بنحاول بس بنحاول، لكن ده ما بيحصلش، وده نسبة النجاح فيه يعني لا تتعدى ال10 ل 20%، فما ترفعيش سقف طلباتك بالدواء الفلاني اللي هتجيبيه لعيلك. موضوع مساج البطن، رجليه تلم عليه، تنيميه على بطنه، تنيميه على ايدك، تنيميه على بطنك، تبتدي تهدهدي عليه، تجربي رضاعه، تديله سكاته، تديله رضعه صناعي، تديله رضعه طبيعي، تاخديه وتتحركي، بتوصل للدرجه كمان ان انا بقيت بقول للاب ساعه ما تلاقي حاجه زي كده والام خلاص هتنتحر، خد العيل وانزل بيهم في الشارع حتى لو كانت الساعة 1 ولا 2 بالليل. ان عيلك هدي وانتوا في الشارع يبقى اقعد لف لك نصايه كده واعزم المدام على اي حاجه تصبرها على اللي هيتعمل فيها لسه، وبعد كده لفوا وارجعوا البيت واعملوا حسابكم ان اول ما حماده هيدخل البيت هيبتدي صريخ من تاني. ولكن لو نفس الصراخ والبوكا بتاع البيبي واحنا خرجنا وبقالنا نص ساعه وما فكش، يبقى اطلع على مستشفى، لانها يا التهابات على المخ، يا التهاب اذن وسطى، يا اما انسداد معوي، يا اما عنده اللي هو تورشن تستس، يعني عنده فتق منخنق او انغماد حوالين الخصيه، او اللي هو الخصيه لفت، الناس كلمه تورشن دي إيه؟ اللي هو لفت حوالين نفسها، او فتق وحصل فيه مشكلة، او طفلك مكسور او ممزوق، ومفيش حاجة اسمها هروح للمبروكة وتعمل له البيضة وحبة الدقيق والردة الدافيين قبلها. حضرتك وانت بتعمل اللفة اللي الست الحاجة هتقول لك عليها، انا مش هتخانق وهقول اللي ينفع ولا ما ينفعش، وان احنا في 2023 وان الكلام ده كلام يعني اللي هو ايه، نايم ابنك مرة مش هينيمه التانية، الملاية والبيضة. ولكن حضرتك برضه علشان خاطر لا تزعل الحاجه ولا تزعل ابنك وتزعل انت في النهايه، انت كده كده انت زعلان. فيا بابا الجميل لو عيلك الصغير ستيل بيعيط وتعبان ومتبهدل، يبقى لازم نطلع على دكتور ونقول له الواد ده مقطوم وسطه، عنده كسر، عنده خلع، الواد الصغير عنده مشكله، هل هو في بدايه التهاب رئوي، في بدايه التهابات على المخ، في التهاب اذن وسطى، لان دي والتهابات مجرى البول كمان بغض النظر عنده سخونيه ولا ما عندوش.
علشان خاطر دي الأسباب الصعبة اللي لمّا بالاقي عيّل بيعيّط ونزلنا وعملنا اللي هو شِلنا وحطينا ورضّعنا وكرّعنا وغيّرنا وفكّينا وهوّينا ورضّعنا تاني وسلِّكنا، وفي النهاية لو الموضوع ما ضبطش ارجع لدكتورك وقُل له أنا عايز أتطمن، هو ده الكوليك المغص اللي بيحصل عند الرضع في ال4 شهور الأولانيين والّا محتاج تدخُّل جراحي والّا محتاج حاجة زيادة؟ وتابعوني وربنا يصبّركم ال5 شهور الأولانيين وإن شاء الله يعدّوا على خير وبعد كده اصبروا، أنتم لسه ما شفتوش حاجة، خلّي العيال.